السلام عليكم الدراري. القصة ديال اليوم الخوت واحد القصة اللي غريبة وغريبة بزاف. تخيل معايا تكون ما بيك ما عليك، حتى تلقى راسك مورط في امور نتاع الجن. تلقى راسك مورط مع الجن بدون ما تحاول انك تدخل داك العالم ديالو. ولو عرف هادشي هذا كامل، هو هاد الجن هذا يجي حتى لعندك ويعطيك في المهام. اما الحاجة اللي غريبة وغريبة بزاف هو ان اي واحد فيكم يقدر يطيح في نفس الموقع. المهم الخوت ما غاديش نطول عليكم وما غاديش نكثر عليكم اكثر. بغيتكم كيف العادة تمشيو لشي بلاصة اللي تكون كالمة ترونكيل، اللي ما يصدعكم فيها حتى شي واحد، كويس القهوة ولا كويس داتاي ديالكم، ويلا معايا لهاد القصة هاد. القصة ديالنا كتبدا مع أحلام اللي كانت واحد الشابة اللي في مقتبل العمر ديالها، اللي كانت خدامة في فرملية في واحد السبيطار. وهاد السبيطار هذا اللي كان واحد السبيطار بري، واللي كان معروف في المدينة اللي ساكنة فيها أحلام. كتعاود أن حياتها كانت بسيطة وعادية، حياة بدون ضجيج مقابلة للخدمة ديالها، وفي نفس الوقت عايشة مع موالين دار مع والديها، حتى أصلا حتى لدابا مازال ما تزوجاتش. وهاد المهنة ديال التمريض ولا ممرض كان حلم ديال أحلام ملي كانت مازال صغير، حيت أصلا أحلام كانت واحد الإنسان اللي كيعجبها أنها تعاون الناس وتساعدهم وترعاهم وتقابلهم. كانت إنسانية بزاف، كتكون فرحانة وهي كدير هاد الخدمة. من الصغر وهي كتحلم أنها تكون ممرض. أحلام كانت كتعامل داك المرضى ولا دوك الناس اللي كيجيبو للسبيطار لتما كاينة، كتعاملهم واحد المعاملة اللي بوحد، كتعاملهم بواحد الطيبوبة وبواحد الخاطر. وكل صباح كتجي تحل عليهم التراجم وكتبتسم في وجههم، كتسولهم كي صبحتو كي بقيتو. المهم راكم فهمتوني. دابا غادي نمشيو لواحد النهار اللي غادي تبدل فيه كلشي، وهاد النهار فيه غادي تبدا قصة ديال أحلام. فهاد النهار هذا بالضبط مع 4 ديال العشية بحال هكا غيبدا يتسمع واحد الصوت ديال الإسعاف وهي داخلة للسبيطار. أما الناس اللي خدامين تماك ديال السبيطار كلهم كيزربوا باش يستقبلوها شي حالة اللي كانت باينة أنها مستعجلة. أحلام كانت كطل وكتشوف من واحد الشجرة مع داك المرض اللي ولفات أنها تشوف. كتقول في خاطرها هاد السيد ولا هاد السيدة مسكين، علم الله اش بيه، علم الله شنو عنده. غادي يدوز شوية ديال الوقت حتى جابو واحد الباياس وخرجوا واحد المرأة اللي كانت كتبان كبيرة بزاف في السن، وكانوا مركبين ليها جهاز السنفوس بحال اللي مقطوع عليها الناس ومخنوقة، وغادي يدخلوها بالزرب الجناح ديال المستعجلات. وتماك سدوا عليها وبداو كيحاولوا انهم يسعفوها ويديروا اللازم. هاد المرأة هادي دخلت دابا مسكينة ومريضة، كانت معاها واحد البنت، وكانت هاد البنت الصراحة ما كتشبهش ليها بزاف. يعني تقدر تقول ان هاد البنت ماشي بنتها بحكم انها ما كتشبهش ليها. هاد البنت هادي كانت سميتها نادية. المهم سيادنا، هاد نادية كانت كتبكي وهما مدخلين داك المرأة، ومبين ان نادية كانت عزيزة عليها بزاف هاد المرأة هادي، الا حتى حد اصلا ما عرف قصتها ولا مالها ولا شنو عندها ولا شنو المرض ديالها. المهم بعد شوية سعفوها ولات شوية ديك المرأة ولات شوية لاباس. ومن بعد هذا يدخلوها لواحد الشومبر تما كاينة في الصغير اللي فيها واحد السرير وفيها المسائل. المهم الغرفة ديالها فين غادي تبقى تماك ترتاح، وبطبيعة الحال غادي تكون تحت المراقبة. يعني هاد المرأة من اليوم غادي تبقى في السبيطار حتى غادي يجي النهار اللي تولي فيه لاباس، غاد تقدر تمشي. وهنا الخوت فين كيجي الدور ديال أحلام اللي استلمت الدوسي نتاع داك المرأة. شدات الدوسي وقرات سميتها، بدات كتشوف شنو مكتوب عليها في داك الدوسي. شفت ان هاد المرأة كبيرة وكانت سميتها خنات، كانت عندها 71 سنة. لكن أحلام ملي جات تشوف شنو مكتوب في الملاحظات ديال الطبيب عليها، لقات بلي تقريبا يعني ما مكتوبش شي حاجة اللي مهمة، ولا عفوا اخوتي بغيت نقصد يعني ما مكتوبش شي حاجة اللي فهمتي كتخلع ولا كتنعكس على هذاك المنظر اللي جات به في الاول. كولومبيلونس يعني وما كنساش داك المنظر كامل. الناس اللي شافوها داخله ومغيبه كلشي كيجري ودايرين ليها الاكسجين. تقدر تقول ربما هاد السيدة عندها شي مرض اللي مميت ولا شي حاجه، ولا شي حاله طبيه اللي مستعجله وخطيره.
لكن هاد الشي هذا كيبين العكس الدراري اللي كانوا كاتبين في الدوسي ديالهم، اللي قراتو أحلام واللي كانوا فيه غير ملاحظات. هاد الملاحظات بحال أنها عندها السكر شوية طايح طونسيون، هادي مسألة عادية. يعني دوك المشاكل الصحية اللي ممكن يكونوا عندها هاد المرا هادي في هداك السن ديال 71 سنة عادي. من بعد ما قرات داكشي كامل وقالت الصراحة غريب، مشات عند الطبيب وسولاتو، قالت ليه: دكتور، كيبين أن هاد الصحة ديال هاد السيدة يعني عادية، يعني صحتها تقريبا عادية، علاش خاصها تجلس عندنا؟ الدكتور جاوبها وقال: صراحة أحلام الله ما عرفت، والله ما عرفت، درنا ليها قاع الفحوصات ولكن ما بان عندها حتى شي حاجة. ودابا راه دفعنا التحاليل ورحنا كنتسناو فيهم يخرجوا باش نشوفو شنو عندها، لكن غالبا كنراجع أنه ما كاين عندها والو، وما عندها والو، وصحتها راه مزيانة وعادية. لكن عاوتاني ولكن شنو اللي خلى هاد الحالة بحال هكاك؟ الصراحة هاد البلان هذا حيرني، والله ما عرفت، والله ما عرفتش أحلام. عموما أنني دويت مع ديك السيدة اللي جابتها، كنظن أن وقيلا سميتها نادية. أحلام قالت لي سميتها نادية. راني شفت هاديك السيدة اللي جات معاها، راني شفتها تماك. الطبيب قال ليها أنه عرف من هاديك السيدة اللي سميتها نادية أن هاد المرا اللي كبيرة في السن اللي سميتها خلاتها، داك مريضة عرف من خلالها أنها عندها بزاف ديال الفلوس، وعليها ما عندهاش مشكل نهائيا أنها تجلس شي أيامات في الطبيب عندنا هنا. بعد ما نعرفو شنو عندها وشنو الأصل ديال هادشي وشنو المشكل الصحي اللي مخبي وما كيبانش لينا، داكشي باش عطيتها الرخصة أنها تجلس عندنا شي أيامات بد ما عرفنا شنو عندها أحلام. طبعا الحالة كتنفذ داكشي اللي كيطلبو منها، والطبيبة ما كتزيد ما كتنقص. أصلا خدمتها كيف ذكرت لكم أنها ممرضة، داكشي باش أحلام تما كاينة ما زادتش السولات كتر من اللقيا، وما زادتش السولات بزاف. ودابا جا الدور على أحلام أنها تقابلها وكل صباح تصبح عليه، على داك السيدة اللي سميتها خنات. جا الصباح الأول ديال أحلام دخلت على ديك السيدة الكبيرة اللي سميتها خنات، بقاتها متكية وحالة عينيها وكتبان حالتها أنها أحسن من ديك الحالة ديال البارح اللي جات فيها. جات لعندها وقالت لها: صباح الخير أمي خنات. تما خناتها شافت فيها وقالت ليها: صباح الخير يا بنتي. أحلام قدمت ليها راسها، قالت لها: أنا سميتي أحلام، وأنا هنا باش نقابلك في هاد الأيام اللي غتجلسي معانا فيهم، ولا احتاجيتي شي حاجة راه حداك واحد البطونة تماك راه غورك عليها، وإن شاء الله دقيقة غادي نكون معاك إن شاء الله. خناتها جاوباتها وقالت ليه: ربي يحفظك يا بنتي، ربي يحفظك، شكرا الله يحفظك. أحلام قالت ليه: ها هو فطورك أمي خناتها، راني جبتولك معايا، ولا بغيتي كاع نقول لك مرحبا. أمي خناتها هنا كانت ساهية وبالها غير مع بنتها، ما سمعتش هادشي اللي قلت ليها أحلام. وسولت أحلام وقالت ليه: ما جاتش هاد الصباح بنتي؟ ما جاتش هاد الصباح هذا بنتي؟ شي بنت سولت عليا ما جاتش. بقاو كيدوي واحد شوية وتماك فين دخلت هذيك البنت اللي سولت عليها أمي خنات. تماك فين دخلت هذيك البنت، وكانت هاد البنت هي نادية، هي اللي كانت لابسة واحد العباية كحلة ولاوية على صدرها واحد الزيف. وجات كتجري ومشات نيشان تكات على أمي خناتها وبدات كتبوس ليها في يديها، كتقول ليها: على سلامتك أمي خناتها، على سلامتك. شفت هذاك المشهد بحال اللي هكاك، والسيدة تلاحت عليها، دخلت وقلت ليها: غير بشوية أختي، غير بشوية، حيت مركبين ليها السيرو في يديها، وراه السيدة راه تحت الرعاية نتاع الطبيب. وفعلا هذيك نادية هدات واحد شوية، وتماك فين أمي خناتها نطقات ودوات مع أحلام. قالت ليها: ما تديش عليها يا بنتي، ما تديش عليها، راها موحشاني وباغا امتى تعنقني. على أحلام قالت ليها. تماك قلت ليها مرحبا بها وضحكات. تماك أمي خناتها دوات وقالت ليها: هادي بنتي سميتها نادية، راها بحال بنتي، وراها معايا ملي كنت مازال صغيرة، وراني ربيتها وهي عندها
مازال 6 سنين، راه كبرت معايا وبقات معايا، ولقيت فيها الخير اللي لقيت فيها الخير اللي ما لقيتوش في ولادي، اللي مشاو كاملين وسمحوا فيا، كلهم سمحوا فيا. اللي كان واحد فين شد برا المغرب، وكل واحد فين مشى عطى براسو، وكل واحد فين مشى، مبقاوش كيجيو لعندي. وهي اللي لقيتها السند ديالي، لقيت فيها الخير، لقيت فيها الخير اللي ما لقيتوش في ولادي. بقات احسن منه. احلام بلي سمعت الكلام، شفت وجه نادية وبغيت متشرفين اخويا، متشرفين. دورت وجاي عند امي خناتها وقلت ليها وهادي هي الدنيا امي، انت صبر، هادي هي الدنيا. وهنا فين نادية دورته وشافت فيه، شافت في احلام وبان. عافاك اختي، لا مرضتي معاها البال، عافاك احلام. وجاوبتها وقلت لا كوني هاني، هادي راه هي خدمتي، يعني غير كوني هاني. احلام كملت هدرتها وقالت ليهم غنخليكم كاع تجلسوا مع بعضياتكم، وما تنسايش امي خناتها، ما تنسايش الا احتاجيتي شي حاجه غير وريكي على هذيك البطانه، تما راني نحضر عندك. دغيا ملي خناتها قالت ليها واخا بنتي، واخا الله يرضي عليك، الله يرضي عليك، الله يرضي عليك يا بنتي. واخا هكا كنت مرة كنجي نطلع على امي خناتها واحد العشيه ويجي واحد الدكتور حتى هو طمأن عليه على امي خناتها، ودوا معاها وقال ليها بلي التحليل ديالك خرج، وراهم هما هادو، وتا شي حاجة ما فيها الغلط، هو هداك عندك كلشي مزيان، غير الطونسيون والسكر شوية طايح، ماشي شي حاجة اللي صعيبة، هادشي نقدرو نراقبو وما تخافيش. لكن الحمد لله راه كلشي عندك مزيان، ولا بغيتي كاع تخرجي من غدا ماشي مشكل. تماك أمي خناتها قالت وجاوبات. ولكن راه مرة النفس ديالي كتمشي، وراه بحال اللي شي حد كيقجني. الدكتور قال لي واش غادي نقول لك أمي خناتها، ما عندي ما غنقول. المهم اخوتي هذه هي القصة ديالنا، كانت قصة ديال الأحلام. المهم اخوتي الجزء الثاني راه كاين، إلا بغيتو ندير لكم الجزء الثاني تاع أحلام الإخوان، ما عليكم أنكم تكتبوها لي في كومنتير. وشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم. حتى دابا ما كرهتش أنكم ديروا لنا شي لايك، كنت مازال ما درتيش لايك دير لايك، ودير لنا واحد المتابعة باش أنك يوصلك كل جديد. وشكرا لكم بزاف.